السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي عبقرية عمر مرموش في ضربة الجزاء اللي أخدها في مباراة بشكتاش في الدوري الأوروبي. تعالوا نشوف كده عمر مرموش عمل إيه. رقص أول لاعب والتاني وزق الكورة قبل ما لاعب بشكتاش ياخدها، وطبعا ده تسبب في عرقلة عمر مرموش في منطقة الجزاء، والحكم ما ترددش انه يحسبها ضربة جزاء على طول بدون اي شك. عمر مرموش اتصدى لضربة الجزاء وحطها بمعلمة في وسط المرمى بعد ما الحارس اترمى الناحية اليمين. هنشوف الهدف من كذا زاوية، يلا بينا نشوف. فين بقى غلطة مرموش؟ بصوا كده يا جماعة، الجزء اللي فوق دول جماهير فرانكفورت، والناس الجزء اللي تحت خالص في المدرجات دي جماهير بشكتاش. جري عمر مرموش بعد ما سجل هدف واتزحلق زي ما احنا هنشوف دلوقتي، راح لجماهير بشكتاش. هو طبعا ما خدش باله ان الجزء اللي اعلى هم جماهير فرانكفورت. طبعا جماهير بشكتاش ما كتبتش خبر زي ما احنا شايفين. بص زجاجات الميه اللي هي بتتضرب عليه وبتتحدف عليه، هنشوفها تاني وهنشوف دلوقتي اللعيبه بص بتتضرب ازاي. بصوا يا جماعه، شايفين عمر مرموش وزمايله، شايف ازازه الميه. طبعا انتوا جايبين اكيد شايفينها زي ما وضحناها لكم. كل التوفيق للنجم المصري الجميل عمر مرموش وكل نجومنا العرب. بالتوفيق لعمر مرموش غدا في مباراته أمام بايرن ميونخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.